حد يسألك ويقول لك هي مصر كانت عملت ايه، رد عليه وكأنك مصر هي اللي بتتكلم. قول له انا دخلت لوحدي 80% من اجمالي المساعدات لحد دلوقتي وانت بتشتمني. قول له انا رفضت التهجير وقلت على جثتي وانت بتشتمني. قول له انا جبت رئيس فرنسا عشان يشوف الواقع عامل ازاي وبعدها دولته اعترفت بفلسطين وانت بتشتمني. قول له انا بتساوم على سد النهضة والغاز والديون اللي عليا عشان اوافق وابيع القضية ورفضت كل ده وانت بتشتمني. قول له انا استقبلت كل لاجئي الحروب والمنكوبين وعملتهم زي اهل بيتي وبقوا اصحاب بيزنس على ارضي وانت بتشتمني. قول له انا اللي بفكر في المجاعة ومستقبل اهلنا هناك وبعمل خطة للاعمار وخليت اوروبا كلها توافق عليها وانت بتشتمني. قول له انا اللي قفلت التمثيل الدبلوماسي مع المحتل ومفيش بيني وبينه اي قناة تواصل وانت بتشتمني. قول له انا اللي خضت حروب حقيقية وضحيت بجنودي عشان الارض دي وانت بتشتمني. قول له انا اللي اتضريت في اقتصادي بسبب قناة السويس اللي اتقفلت ولما قال لي اتوسط في ايقاف رد اليمنيين علشان قناة السويس بتاعتك تشتغل رفضنا وقلنا ما نعملش كده حتى لو هنشحت وانت بتشتمني. قول له رغم كل اللي انا عملته ده وحاسس اني مقصر ومش قادر اجازف بالحرب لوحدي انا كده بنتحر وانت مش هتعمل حاجة غير انك تشتمني. عارفين بقى انتوا عملتوا ايه غير انكم تشتمونا؟ في منكم اللي دفع فلوس للنتن واعلامه علشان يشوهوا صورة مصر، وفي منكم اللي عمل تدريبات عسكرية مع الكيان في عز الابادة، وفي منكم اللي هرب وقت ما طلبنا منه ياخد موقف ثابت وما يخافش، وفي منكم اللي فتح عرضه عشان الانجاس يضربوا منها اخواته، وفي منكم اللي التبادل الاقتصادي بتاعه مع الكيان زاد عن السنين اللي فاتت، وفي منكم اللي جاب طيارة خاصة لابو حنان عشان يشتري امنه وامانه، وفي منكم اللي كان بيزود جيش الكيان بقطع حربيه للاف 35 علشان تطلع تقصف وتدمر القطاع. قول له انا هفضل اعمل كده لانه واجب واتكتب عليا، وانت هتفضل تشتمني لانك رخيص وده مقامك الحقيقي. مصر مش هتقع، مصر مذكوره في القران، مصر ام الدنيا، مصر مهد الحضاره، مصر التاريخ، مصر بلد الامن والامان، مصر ارض الكنانه، مصر قلب العروبه النابض، مصر بوابة افريقيا، مصر درع الامة، مصر 120 مليون جيش وشعب وشرطة. علشان اللي هيقرب من مصر نسيت اقول لكم مصر مقبرة الغزاة شيروها له.